لو زهقانة من الفطار التقليدي وبتدوري على طعم معجنات فاخرة توديكي في حتة تانية خالص، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. هقولك ازاي تعملي احلى بريوش بالشوكولاتة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة عجينة بريوش هشة قطنية كأنك جايباها من احدث المخابز الفرنسية، محشية شوكولاتة سايحة هتدوب في بقك دوب. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. يلا جهزي ورقة وقلم معايا وتعالوا نشوف احلى طريقة عمل بريوش خطوة بخطوة. هنجيب كوباية وننزل دلوقتي بكوباية حليب يكون دافي وكوباية مية دافية، وهننزل عليهم دلوقتي بنص كوباية سكر حبيبات عادي يا جماعة، وهننزل عليهم دلوقتي بمعلقة كبيرة خميرة فورية ممسوحة، ونبتدي نقلب بالطريقة دي. الكوباية يا جماعة 150 ملي، يعني كوباية الحليب وكوباية اللبن كل واحدة فيهم 150 ملي. هنغطيها ونسيبها على جنب 5 دقايق علشان تتفاعل معانا. يلا بينا دلوقتي في العجان هننزل بالخميرة بعد ما تفاعلت كده معانا. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ هننزل عليها دلوقتي ببيضتين درجة حرارة المطبخ عادي مفيش مشكلة، وهننزل دلوقتي عليهم بنص كوباية زيت بس تكون نوايا كويسة عشان يديكي نتيجة كويسة. نبتدي دلوقتي نخلط كويس جدا حوالي دقيقتين بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي. دلوقتي بعد ما خلطنا كل المكونات كده شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا بينا دلوقتي معانا 550 جرام دقيق نخلينه يا جماعة، ودي خطوة مهمة. شايفين هننزل بيه بالطريقة دي، وهننزل عليهم دلوقتي بمعلقة صغيرة ملح، وهننزل بمعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ونبتدي نعجن كويس جدا لا يقل عن 7 دقايق، ولو هتعجني بإيدك زودي شوية 10 دقايق. بصوا يا جماعة عجينة هشة وخطيرة وفي منتهى الجمال، بسيطة وسهلة جدا ومكوناتها موجودة كلها في البيت. ولازم نعجن كويس لحد ما تكون العجينة ناعمة وطرية زي الحرير. نعجن كويس يا جماعة لا يقل عن 7 دقايق عشان النتيجة تكون معانا في منتهى الروعة. هتعمليها احلى من افخم المحلات، طريقه بريوش في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه العجينه معانا عامله ازاي؟ بتكون معانا كده طريه وما بتلزقش، ودي خطوه مهمه. يلا بينا دلوقتي معانا 3 معالق زبده هننزل بيهم عشان نزود النعومه بتاعتها. هنبتدي نخلط كويس كده لمده دقيقه، وبعد كده نشوف الجمال والعظمه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه جدا وناعمه جدا وملمسها في منتهى الروعه عشان عجناها واديناها حقها. معانا دلوقتي طبق هننزل بمعلقه زيت، ونبتدي دلوقتي نحط العجينه تحطيها على وشها كده، وبعدين تدوريها بالطريقه دي وتقلبيها، ودي خطوه مهمه. يلا بينا دلوقتي معانا ستريتش راب وهنغطيها، وطبعا احنا في الصيف فهتاخد معانا نص ساعه بالظبط ترتاح وهي تضاعف حجمها، ولو في الشتاء هتقعد معاكي حوالي ساعه الا ربع ساعه. غطيها بالشكل ده وسيبيها في مكان دافي. شايفين العجينه اختمرت معانا ازاي وحجمها تضاعف معانا؟ يلا بينا نطلع الهواء منها كده ونطلعها من الطبق بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ يلا بينا دلوقتي هنعملها طولية كده ونبتدي نقسمها قطعتين بالطريقة دي. بعد ما قطعناها عجينة لينة جدا هنركن جزء على جنب ونبتدي نشتغل في الجزء الأولاني كده. حاولي تعمليها رول كله متساوي من كل الجوانب. شايفين يا جماعة بالطريقة دي زي الملبن، والله عجينة خطيرة. يلا بينا دلوقتي بعد ما سويناها بالطريقة دي خلينا كلها حجم واحد نبتدي نقطعها. قطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاه، اعمليها كور كلها، اهم حاجة مقاس واحد قد بعضها بالطريقة دي. شايفين يا جماعة معانا طبق دهنينه دهنة زيت كده بسيطة، ونبتدي نكور كده، ولو لقيتي الكورة كبيرة تقدري تصغريها مفيش مشكلة خالص. شايفين يا جماعة انا هصغرها شوية عشان ما تبقاش كبيرة جامد بالطريقة دي. كوري بقى كده بايديكي ورصي في الطبق بالطريقة دي. شايفين يا جماعة لينة ازاي؟ في منتهى الجمال. اعمليها بقى في الرحلات، اعمليها لاولادك يفطروا بيها الصبح، جميلة وخطيرة. اعمليها في المصايف فعلا في منتهى الروعة يا جماعة. دوريها كده اهوت، كوريها بالطريقة دي. شايفين اهي؟ مش هتاخد منك وقت خالص وسهله ومقاديرها موجوده في كل بيت. كوريها بالطريقه دي ورصي جنبك. البريوش دي يا جماعه من الوصفات الجميله جدا اللي تقدري تعملي فيها حشوات كتيره جدا زي ما انت عاوزه، وكلنا بنحبها وخطيره جدا. تقدري تحشيها نوتيلا، تقدري تحشيها شوكولاته قطع، تقدري تحشيها مربى زي ما انت عاوزه، تقدري تقللي السكر فيها وتحشيها حادق مفيش اي مشكله خالص، تحطي فيها لحمه معصجه اي حاجه. ولو عملتيها ساده فعلا بتكون خطيره جدا. يلا هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. ودي الكميه بعد ما خلصناها، دي مقادير كيلو يا جماعه. انا هكتب لكم في صندوق الوصف مقادير نص كيلو، وتقدروا تضاعفوا الكميه زي ما انت عاوزه. يلا بينا دلوقتي كده معانا اكياس تلاجة ونبتدي نغطيها. غطينا اول صينيه، ويلا بينا دلوقتي مع بعض هنبتدي نغطي الصينيه التانيه وهنسيبهم يرتاحوا كده ثواني، ونبتدي نشتغل في اول واحده احنا كورناها. ناخد اول كوره ارتاحت معانا
ونبتدي كده شايفين يا جماعة اضغطي كده واحدة واحدة بالطريقة دي، افرديها كده بس ما تفردهاش جامد، سمك كده حوالي 1 سنتي. معانا دلوقتي شوكولاتة قابلة للدهن حاطينها في كيس حلواني، وتحاولي تنزلي كده ايه بحوالي معلقة بس يا جماعة ما تزودوش عشان ما يخرجش معانا الحشوة. يلا بينا دلوقتي نقفل كويس جدا، ودي خطوة مهمة جدا عشان لسه هيخمر معانا تاني. قفلي بقى كويس جدا بالطريقة دي، شايفين سهلة وخطيرة وهتعمليها مش هتاخد منك وقت خالص. رصي بقى في الصاج جنبك كده وابدأي خلصي كل الكمية واحدة واحدة كده بالطريقة دي. افردي حوالي سنتي كده يا جماعة، وابدأي كده ايه نحشيها بالنوتيلا. تقدري تعمليها زي السندوتش كده رغيف الفينو وتقفليها مفيش مشكلة. اي اشكال انت عاوزاها الطريقة دي لك انت، شايفين؟ بس الطريقة دي سهلة جدا ودي الاساسية ودي الاصلية. لو عاوزين وصفات تانية كتير للبريوش اكتبوا لي في التعليقات وانا هعملها لكم. يلا نقفل بقى دي بالطريقة دي، وزي ما اتفقنا لازم تتقفل جامد جدا يا جماعة عشان الحشوة ما تخرجش منك في الفرن. وبعدين دي نوتيلا او شوكولاتة قابلة للدهن، فلو ما قفلتهاش كويس ممكن تخرج منك في الفرن. نفرد بقى بالطريقة دي. هخلص بقى بقية الكمية وارجع لكم تاني. ودي الكمية بعد ما خلصناها، شايفين ما شاء الله كمية كبيرة. يلا بينا دلوقتي مع بعض هنسيبها ترتاح معانا ربع ساعة وارجع لكم تاني. يلا نجهز دهان الوش. معانا بيضة ومعلقة لبن واحدة ومعانا معلقة قهوة سريعة الذوبان هيدينا لون وطعم في منتهى الجمال. نقلب بقى كويس جدا بالطريقة دي، ولازم نقلب كويس لحد ما القهوة تدوب معانا خالص. شايفين اللون بيتغير معانا ازاي؟ دينا اللون البني اللي هيدي البريوش لون في منتهى الجمال. اديني بقى الوش كده والجوانب بالطريقة دي. تقدري تدهنيه بمعلقة لبن حليب عليها فانيليا بس كده يا جماعة. تقدري تدهنيه حتى بمية بسكر مفيش مشكلة خالص، هيديكي لون خطير وفي منتهى الجمال. تقدري ترشي عليها رشة سمسم، حبة البركة زي ما انت عاوزة. تقدري تعمليه سادة زي ما انا هعمل كده مفيش مشكلة خالص. طبعا انا مولعة الفرن بقاله 5 دقايق، هندخلها على درجة حرارة 190 على الرف الاوسط، هيقعد معانا ربع ساعة وبعد كده هتشغلي الشواية هياخد معاكي لون. ولو بيشتغل الفرن فوق وتحت تقدري تشغليه. يلا بينا ندخله الفرن وارجع لكم تاني. وده بعد السوا، شايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي؟ ده اللون الاصلي للبريوش يا جماعة. معانا دلوقتي سيرب تقيل هنبتدي ندهن الوش بالطريقة دي، هيدينا طعم ولون في منتهى الجمال. شايفين اللمعة دي جميلة جدا يا جماعة. تقدري تحطي عسل ابيض براحتك مفيش اي مشكلة خالص. تقدري بقى لما تدهني السيرب ده ترشي رشة جوز هند هيديكي طعم خيالي يا جماعة. شايفين يا جماعة طلعنا كمية دقيق من كيلو، شايفين اللون؟ وحاجة جميلة وفي منتهى الروعة. اعمليها بقى في البيت ما تشتريهاش، فعلا هتوفر معاكي كتير جدا. شايفين طريه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين السوا من تحت؟ ده لونه الاصلي يا جماعه، وطريه وهشه وعجينه في منتهى الجمال. جربيها كده، شايفين شكلها عامل ازاي والحشوه خطيره ازاي. وعشان قفلناها كويس ما خرجتش معانا، ودي خطوه مهمه. لحد هنا وصفتنا خلصت خلاص، بس اللحظه الاهم هي انك تجربي بنفسك وتقولي رايك في الكومنتات. ولو عجبتك طريقتنا النهارده في عمل بريوش بالشوكولاته وطلعت معاكي عجينه البريوش هشه وقطنيه زي السحاب، اكتبي لي في الكومنتات طعمها طلع عامل ايه معاكم. ولو الوصفه عجبتكم ما تنسوش اللايك وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات، والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان بيفرق معايا جدا. وعشان تشوفوا كل وصفات المعجنات الجديده واللذيذه استنونا في فيديو تاني اسهل واطعم، وبالهنا والشفا مقدما. سلام عليكم.